تخيل معايا بكبر هاد العالم هادو بالتاريخ اللي داز فيه كيفاش وشكون غيكون اول واحد صفاها راسو. الموضوع ديال هاد الفيديو يقدر يسحب لك بلي باغي نبان عميق ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن هاد الفيديو غنجمع فيه واحد البركه ديال القصص، قصه نستيك في الاخرى اللي نحاولوا منهم اننا نفهموا واحد الحاجه او لو واحد الكلمه اللي ما غنقولهاش. حال اليوتيوب غيبانيوني. ما علينا، باقي عاقل على واحد الفيديو ما بغاش يتنسى ليا. هاد الفيديو ما غتلقاوش الا واقيلا في تيليجرام. راكم فهمتوني. المهم كان واحد خونا، شوف نبدا ندوي بالرموز حيت هادشي ما تيتقالش في اي منصه، وبالضبط يوتيوب. كانوا واحد الناس، واحد بنادم تيغنيو لواحد الراجل واقيلا من بنغلاديش تقريبا. المهم كانوا بحال تيفرحوا ليه واش تيقولوا غيمشي عند حور العين، غيمشي للجنه، وتيبداو فهمتي تيبداو يغنيو ليه. لا شي ما خصنيش نضحك فيه. المهم خونا فين كان غادي اولا فين كانوا غاديين به، غاديين يصيفطوه باش يفرقع راسو في شي مول ولا في شي جامع. يلا تخيل معايا دابا، راكم اصلا عارفين هادشي. انا فاش شفت الفيديو تصدمت. دابا انا اصلا ما سوقيش في هادشي. واش تتفهم شنو هي واحد غيدير حد لحياته، ماشي حيت مكتئب ولا شي حاجه بحال هكا الله يحفظ الجميع، وانما السيد راه فرحان. واش هذا تيتسمى غسل الدماغ كله والافكار والايديولوجيا اللي عنده. هاد خونا هذا تقدر تقول كان ضحيه لتبيع العجل، اولا تقدر تقول الايمان ديالو بواحد الحاجه هي اللي حمسته لهاد الدرجه. هنا فين غندوز لواحد الحاجه طرات في الحرب العالميه الثانيه، الكاميكازي. في البيلوت غيلقى طريقه واحده باش يهاجم العدو، يضحي براسو في سبيل الوطن. وما تندويش على بيلوت واحد ولا 10 اللي داروا هادشي، تقريبا 4000 بيلوت داروا نفس الحاجه. في الايامات الاخرى من الحرب العالميه الثانيه كانت اليابان ماشي تماك، الالمان مع، المهم، والطاليان مع موسوليني حتى هما ولاو ضعاف قدام الحلفاء امريكان بريطانيا والى اخره. كانت اليابان تتنزف بهذا المعنى، بغاو يربحوا باي طريقه، واخا ما يربحوش المهم ما يخسروش. ما عرفتش واش فهمتوني. هنا فين غتبان الكلمه ديال كاميكازي. كان البحر في ديك الليله هادي والسما عامره بنجوم اللي عارف اش غيطرى من بعد. في واحد القنت مظلم غيجلس واحد البيلوت سميتو هارو قدام الطياره ديالو، ما لمسهاش ما طلعش فيها، بقى غير تيشوف. حيت قبل ساعات جا عنده الضابط ديالو، ولكن هاد المره ما عطاش اوامر، عطاه وصيه وقال ليه انت اليوم ماشي غير طيار، انت ريح الهيه. بقى جالس جبد التصويره ديالو ديال مو وتفكر الوداع اللي ودعهم قبل ما يمشي للحرب. مولي تتودعو بالدموع، واختو الصغيره اللي غاتتنقز مسكينه وتتشير بيديها وهي ما عارفاش القساوه ديال الحرب قداش. هز ستيلو بغى يكتب اش غيكتب. اسمحي لي حيت ما غاديش نرجع ولا تهلاو في بعضياتكم، ولكن الدموع كتبات هاد المره في بلاصه ستيلو وطول الورقه، حيت كاينه شي هضره بكثرات ما ثقيله ما تقدرش تتقال. جا دابا الفجر، صف طويل من الطيارات غاديين بشويه بحال راها كنازه في السماء. فاش هارو دار الاقلاع خاف، ماشي حيت غيموت ولا شي حاجه بحال هكا، خاف ليه تنسى الجو ديال الفجر وديك البروده الخفيفه وداك النسيم، وتحته كاين البحر اللي كاع ما تيسالي. ولكن في الاخر واحد النقاط في الكحل غاديين وتيكبروا. الهدوء دابا ما قبل العاصفه سالا، سمات علات بالقرطاس والعافيه. هارو ما بقى تيسمع والو، لا الاوامر لا التفرقيع، تسمع غير قلبه اللي تيضرب بالجهد. اش غيدير؟ قصد ديك السفينه اللي كاينه لتحت، حل عينيه على الصداع ديال اختو امو اللي قربات تكمل الفطور وتتقول ليه واش يلاه فقتي. وعلى قصه وعلى حياة شحال من حاجه طرات وما تحكاتش حيت مولاها مات وما قدرش يقولها. هذوك الكاميكازي دوك 4000 بيلوت اللي داروا هكا راه ماشي وحوش ولا شي مخلوقات اول مره تبان، راه غير شباب في العشرينات حتى هما عندهم عائلات عندهم طموح، غير هي شكون اللي تيلعب دور كبير في هادشي هو الافكار والمعتقدات ديال كل شعب وديال كل واحد. نبقاو في اليابان حيت هاد الثقافه عندهم من ايامات الساموراي اللي تيدير السويبوكو. المهم تيخشى ياسيف في سميتو حيت تيفضل الموت على الحياه اللي فيها العار. ولكن كاين اللي يقول على هادشي اللي قلت قبيله بلي راه هي واحد الحاجه بطوليه وداكشي، وكاين اللي غيقول العكس، نموت كي يحيى الوطن لمن نحن الوطن من بعدنا يبقى التراب والعفن. هادشي علاش غنناقش نسميو هاد الاطروحه هادي بواحد القصه اخرى اللي غنشوفوا فيها باللي التضحيه ديالك ما فيها حتى فايده، بالعكس راه غتقولبشي. ما عرفتش كيفاش غنشرح، المهم نتسناو معاه لا. ناري تخربقت. المهم نبداو القصه ديالنا باش تفهموا كيفاش، اسمع كيفاش شخص واحد غيقنع 900 واحد، عيالات رجال دراري صغار، باش يشربوا السم وينهيو حياتهم. تندويو على اكبر انتحار جماعي داز في التاريخ. تفاصيل تقدر ماشي تقدر راه غتصدمك. المهم بقى معايا ما تعرفش. وقيت ديال الخمسينيات في ميريكان، بطبيعه الحال هادشي طرا في ميريكان.
المهم كان واحد الدري سميتو جيم جونز تربى في واحد الوسط صعيب، الفقر والعنف والتناقضات الكبيره. في ديك الوقيته فهمتي كانت العنصريه في البيك ديالها. من هو صغير كان كيشوف الظلم وكيحس بلي العالم ما عادلش، كان مختلف شويه على الناس اللي حداه. كان كيهضر بزاف على الدين، ولكن ماشي تيدوب بحال اي فقيه ولا اي قس في الكنيسه، كان تيدوب الدين وتيزيد مع العاطفه وباللي داك الاحساس بلي راه كاين شي واحد اللي تيسمعك. جونز كان كيهضر مزيان، وهاد الهضره كانت كتلمس الناس اللي حاسين بالوحده، اللي مطرودين من المجتمع واللي تيعانيو من العنصريه. فكبر جونز ولا واعظ، ولكن ماشي بحال الاخرين. ولا تيهضر على المساواه بين الناس، محاربه العنصريه، مساعده الفقراء، وبغى يبني واحد المجتمع اللي فيه الكل متساوي. وبدا الناس كيتجمعوا عليه. هل اللي لقات فيه بلي هذاك تيقرب ليه الاب ديالها، اللي لقى فيه بلي هذاك راه بحال خوه، وكل واحد لقى فيه شي حاجه اللي ناقصه فيه في الداخل ديالو هو. فبحال هكا مورا زعما واحد الوقت تاسست واحد الجماعه ديالو اللي سماها معبد الشعوب. في الاول كان بطبيعه الحال تيبان كلشي زوين، التعاون، المشاركه والاحساس القوي بالانتماء. وبالنسبه بطبيعه الحال لشي ناس اللي كانوا ضمن هذه الجماعه هذه كانوا تيحسوا براسهم باول مره بلي شي واحد مقدرهم، وبلي زعما تيحسوا بلي انا مهم لشي واحد اخر. ولكن بطبيعه الحال التحول ما غادي يبانش في البدايه. فجونز بدا يتبدل شويه بشويه، ولكن ماشي دقه واحده. فولا كيهضر، ولي تيدخل الهضره ديالو واحد الافكار في شي شكل. مثلا تيبدا يقول لهم بلي الخطر راه جاي من برا، وبلي الاعلام غير تيكذب، والدوله باغيه تهدم هاد الجماعه ديالنا. وبدا كيزرع فيهم واحد الفكره خطيره بلي العالم كله ضدنا وانا الوحيد اللي نقدر نحميكم. فطلب من الناس ديال الجماعه ديالو يقطعوا مع عائلاتهم، ما يسمعوش لاي راي اخر، ويشكوا في اي واحد ما كيشبهش ليهم. هادشي علاش هذوك الجماعه قليل ما عرفتش بالضبط، ولا زعما شي واحد رد البال مع هاد خونا باللي غتيخربق. حنت انت فاش غتبغي مثلا داك خونا اللي كاين في هاد الجماعه غتبغي زعما تنصحو ليه شي حاجه، هو ما غيتسوقش لك، حيت غيشوف الراي ديالك انت مخالف مع الراي ديالو هو، فهمتي؟ ما يعطيكش فرصه اصلا فين دوي. فهنا هاد الجماعه هادي ولات في واحد العالم ديالها بوحدها، واحد العالم مسدود. ولكن الخطوه اللي يدير جيم جونز واللي هي تكون في السبب في هذه القصه غتكون مشهوره لهاد الدرجه، غادي يبعد الاتباع ديالو على اي تاثير اخر، وغيديهم واحد البلاصه سميتها غيانا كاينه في امريكا الجنوبيه، وقال لهم بالحرف هنا غنبنيو الجنه بلا عنصريه بلا ظلم. ولكن بطبيعه الحال الواقع كان مختلف بزاف. فلقاو العزله، لقاو العيا، لقاو واحد المراقبه دائمه والخوف من الرحيل. هادشي علاش بقاو تيشوفوا في جونز بالنسبه لهم هو القائد، هو المعلم. ما غنزيدش فيه الا قلت لكم بالنسبه لهم هو الاله ديالهم. ولكن النهايه اللي غتخلي السؤال مفتوح 1978 غيجي جونز في ذاك النهار وقف قدامهم وقال لهم بواحد الهضره اللي غتكون اخر هضره غيقولها واخر هضره غيسمعوها هما. واحد الهضره مشحونه بالعاطفه، وقنعهم بلي النهايه قريبه وبلي الخلاص خاص يكون جماعي. وفي ذاك النهار وقع اكبر انتحار جماعي عرفوا التاريخ. اكثر من 900 انسان ماتوا. تخيل معايا، دراري، رجال، عيالات بعقلهم غيشدوا السم وغيشربوه لولادهم باش يموتوا، على حسب ما قالوا، زعما على حسب ما كانوا تفكروا بلي هذه هي الطريقه الوحيده باش يديروا الخلاص لراسهم. جنان قصه سمعتها في حياتي يا صاحبي. واه تخيل معايا يا صاحبي، خونا مش هادشي يعرف يقنع راه بزاف. شنو باش تقنع 900 واحد يشربوا السم باش يمشيو لواحد الجنه؟ واه الله يستر اخويا، الله يستر. هاد القصص اللي قلت لكم راه تيتلاقاو. مثلا الكاميكازي، زيد داك الساموراي اللي تيدير سيبوكو، داك خونا اللي من بنغلاديش اللي قلت لكم في الاول فرقع راسو. اختلاف بطبيعه الحال كاين في السياق، ولكن الجوهر واحد. الفكره الا ولات قوى من العقل كتقدر تهزم غريزه الحياه. غنساليو الفيديو واحد الحكمه من عندي واخا ما فاهم والو، فهمتي؟ السلاكه جمش غير الواحد. بعض المرات ما كنحتاجوش واحد العدو باش يقتلنا. الفكره اللي جات عندك بلا ما تحللها بينك وبين راسك راه تكون كافيه. نبقاو في القصص اللي دوين عليهم باش تفهموا هادشي اللي قلت لكم. فجونز ما كانش كيشد الناس بالسلاح، ما كانش كيجبرهم بالقوه، ما عمروه هز السلاح على شي واحد وقال ليه اجي معاه. ولكن اش دار؟ زرع فيهم واحد فكره العالم ضدنا وانا الطريق الوحيد ديال النجاه. هاد الفكره اللي قال لهم هما ما فكروش فيها، ما حلوهاش، ما قالوش، ما سولوش راسهم واش بصح هادشي اللي تيقول علاش هو علاش بوحدو اللي عنده هاد القوه هادي. المهم زعما علاش هو اللي الاله ديالنا وداك التخربع. كاميكازي حتى هو الطيار ما كانش محتاج واحد العدو اللي قدامه او شي واحد يكرهه، كانت عنده فكره وحده ما فكرش فيها مازال، واللي هي موتي هو اللي غادي ينقذ الوطن. ملي هاد الفكره ما بقاتش قابله للنقاش ولات اقوى من حب الحياه بالنسبه ليه. وداك البنغلاديشي حتى هو
هذاك غير مثال لواحد بزاف ديال الناس اللي طراو في واحد الوقيته في الشرق الاوسط، راكم عارفين اشنو علاش ندوي، ما بغيتش ندوي بزاف في هادشي نصدق مباني ولا شي حاجه بحال هكا. المهم هو اش كان تيقول في بلاصه ما يفكر اجي نعبد الله سبحانه وتعالى، نعيش واحد الحياه عاديه، ندير اعمال خيريه باش نعمل على الجنه، هو اش فكر الطريق الوحيد باش يمشي للجنه، فهمتي، يلبس شي حاجه تحت الجاكيطه يمشي يفرقع شي بلاصه. وهذه فكره كانت عنده، هذه فكره، ولكن هو ما حللهاش بينه وبين راسو، طرا داك الشيء اللي طرا. هادشي علاش اخطر حاجه ماشي هي السلاح، وانما اخطر حاجه هي فكره تيقتيها بلا ما تصول راسك. واحد الحاجه ربما ما دوناش عليه، ربما ناري على العربيين ناري. اي 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 واحد الحاجه ما دوناش عليها، واللي هي اللي تيساليها مع حياته، فهمتي، بسبب مشاكل الى اخره، ما غندويش في هادشي. الله يستر اللي تشفت بلا. ولكن شي واحد مات بديك الطريقه ترحم عليه. علاش؟ ما تعرف، يقدر يكون في ديك اللحظه هو ترفع عليه القلم، كل شي حاجه، ولا طرات ليه شي حاجه ما كانش في قواه العقليه. ما تحكمش على بنادم وصافي. باغي ندوي اكثر في هادشي زعما نناقشوا معاكم، ولكن غنبقى هاداوي خاوي، انا ما فاهم والو، فهمتي، انا براسي ما فاهمش. هادشي علاش جمعت هاد القصص هادي السرد وكذا، باش تكون عندك واحد الرؤية شاملة على على واحد الموضوع. باقي ما كتبتش في السكريبت كيفاش غنقطع الفيديو. المهم حيد حيد، تهلا في راسك، تنرجع من بعد.